السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. بس النهاردة مش في مطبخ صافي. النهاردة أنا اقتحمت مطبخ وصفات سمسمة صحي ومتنوع عشان أقول لها هابي فالنتاين داي. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي. سمسمة من أنجح القنوات. يا رب أشوفك يا نسمة من أكبر اليوتيوبرز بإذن الله. النهاردة إن شاء الله أنا بهديلك التورتاية دي انتي ومتابعينك، وكل سنة وانتوا طيبين. يا رب التورتاية تعجبك وتعجبهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم وصفات سمسمة صحي ومتنوع. هابي فالنتاين داي حبايب قلبي. يا رب التورتايه تعجبكم جدا ان شاء الله. هعمل تورتايه الريد فيلفت جميلة جدا بمكونات حلوة وفي كل بيت، وبإذن الله هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. تابعوني وبإذن الله هتعرفوا انا عملتها ازاي. ده المروار الاحمر، وانا عاملاها تورتايه ريد فيلفت بالتشيز. باذن الله تعجبك جدا وهتعجب الاولاد جدا جدا. قبل ما ابدا معاكم الوصفه هقولك ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بسرعه بسرعه نروح نشوف المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه هنا معايا 3 كوبايات دقيق منخولين مره واتنين عشان يدخل لهم هوا. معايا كوبايه ونص سكر، نص كوبايه زبده، نص كوبايه زيت بيضتين بدرجه حراره الغرفه، كوبايه زبادي، نص كوبايه لبن يكون دافي، ومعايا فانيليا ومعلقه خل كبيره. وده بقى هنا اللون بتاعنا اللي هو الاحمر. بناخد طرف المعلقه. طبعا اللون حسب ما انت عايزه اللون، يعني حسب نظر عينك. انا هنا بحط طرف المعلقه، ولو عوزت تاني هحط كل حاجه قدامكم. ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر، ونص معلقه بيكنج صودا، ومعايا ربع معلقه كاكاو. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى هنا معايا المضرب الكهربائي. لو انت حابه تعمليها في الخلاط مفيش مشكله، بس انا هنا هستعملها بالمضرب الكهربائي عشان يدخل لها الهواء افضل. هحط هنا اللبن. كل المكونات ديت هضربها بالمضرب وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا بعد ما ضربت الخليط بتاعي اهوت وافتحي شويه، انا بنزل هنا بمعلقتين دقيق من ال3 كوبايات. بنزل بيهم وبحطه هنا وبرجع اضرب تاني لحد ما الخليط بتاعي يتقل قوي ويبقى زي خليط المايونيز كده بالظبط. كده بعد ما ضربنا الخليط بتاعنا اهوت وتقل شويه، خلاص كده انا مش عايزه هنا المضرب الكهربائي ده بتاعي. عادي زي ما قلت لكم احنا ممكن نضربها في الخلاط لو ما عندناش مضرب. تمام كده. انا بقى هجيب الحاجه بتاعتي ديت اللي هي البودر، وبخلطها كلها هنا على الدقيق بتاعي اهو كده زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله. بعد كده هقوم هنزل كده اهوت بالخليط بتاعي واحده واحده اهو كده حبايبي. بنزل بالخليط واحده واحده وبالمضرب اليدوي بتاعي بديله كده على اتجاه واحد. بفضل الف فيها على اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده لحد ما المكونات كلها تختلط ببعض وكله يديني لون واحد اهو. بصوا حبايبي، انا بعد ما خلطت الخليط بتاعي كله، بصوا ما شاء الله شايفين اللون عامل ازاي والقوام بتاعها ما شاء الله جميل جدا. بصوا بقى هو كده هنحط طرف المعلقه بس لون احمر بودر. مش هينفع نحط اكتر من كده لانه زي ما انتم شايفين بصوا ما شاء الله اللون حلو جدا جدا. انا بقى هنا بجيب صينيه مقاس 28، بكون مبدراها كده دهناها زبده من او زيت، وبكون مبدراها بالدقيق وهنزلها هنا معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. بسم الله. طبعا احنا بنكون مشغلين الفرن قبلها بنص ساعة. اول ما تخشي تبدأي فيها تكوني مولعة الفرن عشان خاطر تدخل على نار عالية. بسم الله. امشوا على نفس المقادير دي والله بإذن الله هتاخدوا كيكة ريد فيلفت حلوة جدا جدا. وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعل يا رب ايامنا كده اعياد باذن الله او زي ما انتم شايفين كده. انا بس بوزعها كده زي ما انتم شايفين
او كده حبايبي احنا هو ظبطناها ومسحنا الاطراف من اي حاجه عشان خاطر ما تتحرقش. انا بكون مشغله الفرن قبلها بنص ساعه على الرف اللي في النص على درجه حراره 180. هنسيبها اول ما يعدي عليها ربع ساعه او تلت ساعه بنفتح الفرن وبنشوف وبنختبرها كده بالخله. لقيناها استوت نقوم رافعينها شويه لحد ما تستوي. اهم حاجه بس ما تتحرقش وهي ما بتاخدش لون من على الوش. هي اول ما بتستوي نقوم مخرجينها وقافلين الفرن. هدخلها الفرن وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. اهو بصوا كده حبايبي انا جيت هنا على النار اهوت عشان بس ايه الخليط بتاعي يسخن عشان احط عليه الشوكولاته البيضاء المبشوره. انا هنا يبقى انا كده حطيت نص كوبايه الكريمه اللباني، بس احنا حطينا البديل بتاعها وحطينا معلقه الجيلاتين، معلقه العسل الكلوكوز، وحطينا نص كوبايه الميه وكوبايه السكر. ده بس اللي احنا حطيناه عليه، واحنا سايبين الجيلاتين بتاعنا اهوت بس احنا محطيناهوش. لما نحط الشوكولاته البيضاء بس لما الخليط يسخن هنحط عليها الشوكولاته المبشوره على طول. اهو بصوا كده حبايبي الميه بتاعتي اهوت سخنت، هي مش ما غليتش، هي سخنت بس. بعد كده هنزل بالشوكولاته البيضاء المبشوره بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصوا نزلتها اهيت. اول ما هنزلها هوطي النار خالص خالص لحد ما الشوكولاته بتاعتي تسيح وما يبقاش فيها اي تكتلات خالص. اهو بصوا كده حبايب قلبي انا كده دوبت الشوكولاته بتاعتي كلها. انا حاطه هنا منديل تحت الحاجه اللي انا حاطه فيها المكونات بتاعتي عشان المشمع بتاعي ما يسيحش. وده بقى الجيلاتين اللي انا قلت لكم عليه. بصوا ما شاء الله بقى عامل ازاي. بصوا اهو ده اللي انا بقول لكم عليه. انا بقى بحطه كده اهوت مباشره على الخليط. ما تقلقوش هو مش هيكلكع ولا اي حاجه، هو هيسيح كله مع بعضيه اهو. بس بتفضلي تحركيه كده على طول، ولو في اي تكتلات احنا كده هنصفي الخليط بتاعنا خالص. او كده حبايبي انا بعد ما خلاص الخليط بتاعي كله الجيلاتين كله داب، انا حطيت اللون بتاعي اهوت. احط كده بقيته. طبعا اللون دوت حسب عينك انتي. شوف انتي اللون اللي انتي حباه. بصوا كده اللون دوت انا كده المفروض اللي انا هحط يعني رشة لون تاني تمام عشان خاطر ايه اللون يبقى افتح من كده. طبعا اللون انا مش هقولك حطي نص معلقه او ربع معلقه. المكونات بس اللي انا بقولك عليها تمشي عليها، لكن بالنسبه للون ده حسب يعني نظره عينك انتي واللون اللي انتي حباه. انا هحط هنا رشه بودره احمر تاني. اهو بصوا كده حبايب قلبي انا كده حطيت رشه لون تاني. انا بقى طبعا عشان لو في اي تكتلات لزياده الاطمئنان يعني انا بجيب هنا طبق اهوت وهنزل كده الخليط زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بصوا اللون عامل ازاي ما شاء الله لامع جدا جدا عشان خاطر معلقه العسل الكلوكوز اللي احنا حطيناه. بصوا بقى ما شاء الله عامل ازاي. هو ما فيهوش اي تكتلات ولا اي حاجه خالص، بس احنا حبينا اللي احنا نصفيه عشان لو في اي حاجه ما اهو كده حبايبي. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. شايفين اللمعان اللي انتوا شايفينه دوت اهو. بصوا ما شاء الله هو تقيل شويه صغيرين. طبعا احنا ما بنحطوش كده على الكيكه، احنا بنحطه في التلاجة لمده ربع ساعه بس عقبال بس ما المكونات كلها هتتقل معايا. انا بقى هروح اشوف الكيكه بتاعتي وبعد كده نعمل الطبقه التانية بتاعت الكيكه. هنعمل بقى طبقه التشيز بتاعنا. الطبقه التانية معايا كوبايه لبن ومعايا معلقه كبيره جيلاتين وعليها معلقتين كبار ميه اهو زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا حضرتها. ومعايا 200 جرام جبنه كريمي. ما تجيبيش السايبه لان السايبه بيبقى طعمها مش حلو وممكن تبوظ لك الوصفه خالص. معلش هي دي الحاجه بس اللي احنا ممكن نشتريها من بره، ما هي مش غاليه خالص. بس ما تجيبيهاش سايبه، هاتي اللي هي المعلبه تكون شركه يعني 200 جرام بس. ما تجيبهاش اي نكهه، تكون ساده. ومعايا هنا 4 معالق كريم شانتيه ومعايا نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر. لو انت عندك كريمه لباني يبقى بدل اللبن والكريم شانتيه كوبايه كريمه لباني. اول حاجه انت بتحطي كوبايه اللبن بتاعتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بنحط كوبايه جبنه الكريمي. بسم الله. احط كل حاجه على بعضها ما عدا الجيلاتين بتاعي. لما اضرب كل حاجه دي مع بعضها هروح هسيح الجيلاتين بتاعي واحطه عليها. بصوا كده حبايبي انا كده خلاص اهو ضربت الخليط. طبعا لو ما عندكيش مضرب كهربائي احنا بنستبدلها بالخلاط تمام كده. يعني اي مرحله انا عملتها بالمضرب الكهربائي انت تستبدليها بالخلاط مفيش مشكله خالص.
انا بقى كده انا جبت الجيلاتين بتاعي وسيحته على النار، لازم يكون سايح كده. تمام. لو انت بقى بتضربيه في الخلاط وهو الخليط في قلب الخلاط، لازم تنزلي عليه وهو شغال كده. انا بقى هضربه بالمضرب الكهربائي لحد ما الجيلاتين بتاعي ده كده. اهو بصوا بقى حبايبي، ادي الكيكه بتاعتنا اهوت، انا قسمتها على 2 اهو. بصوا ادي اول واحده اهيت، وادي تاني واحده. بصوا بقى ما شاء الله هشه جدا، ومش قادره اقول لكم بقى حلوه جدا. اول حاجه انا جايبه هنا صينيه، دي اللي بتاعت التشيز كيك. لو مش عندك ممكن تجيبي كيس تلاجة وتفتحيه وتقسميه وتجيبي صينيه عاديه وتحطيه كده في القاع بتاع الصينيه، وتبداي تعملي اللي انا هعمله دلوقتي. اول حاجه بقى انا هجيب راق اهوت، بسم الله، هحطه كده في قلب الصينيه ويكون مالي الصينيه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هجيب التشيز بتاعتي ديت، بصوا انا عاملاها اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطاها هنا، احطها هنا كده، وهجيب بقى الاسباتيولا بتاعتي اهو كده حبايبي. احنا هو وزعناه اهوت، بس ما بنجيش للاطراف اهو. تمام كده. انا بقى اللي هي التانية ديت بتكون اصغر من اللي قبلها اهو كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هي بتكون اصغر من اللي قبلها اهوت، يعني بصوا الحرف ده كده اهوت باين، علشان ده هملاه من التشيز بتاعتي. هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. الفكره بقول لكم ايه، يعني الديسك اللي تحت بيبقى اكبر من اللي فوق، الدايره اللي تحت بتبقى اكبر من اللي فوق. بعد كده هاجي بقى للاطراف دي كده، بسم الله، وبملاها اهو كده، بسم الله، وبملاها من التشيز بتاعي اهو كده. يا رب تكون كل حاجه واضحه لكم. بملى بس كده. لو انت طبعا ما عندكيش كيس حلواني انت مش شرط تجيبيها، بس اهم حاجه اللي احنا يعني ايه ما نبهدلش الدنيا اهو كده زي ما انتم شايفين كده. وبساوي الاطراف كده بتاعتي. بعد كده بقى بجيب تشيز تاني وبحطها كده على الوش اهو كده. انا مليت كل الفراغات بتاعتي من الجناب، يبقى الديسك اللي تحت بيبقى الدوريه بتاعت الديسك بتبقى اكبر من اللي فوق، عشان خاطر نحط من الجناب كده من التشيز بتاعنا. بعد كده بقى بنخب يعني بنديها تخبيطه كده عشان التشيز يبقى ايه يبقى من الجناب. انا بقى هسيبها في الفريزر، هو المفروض بنسيبها ليله كامله. انا بحب اسيبها ليله كامله عشان خاطر اسيبها يعني تستريح مع نفسها كده، مبقاش مستعجله عليها. لكن لو انتي مستعجله يبقى هتقعد في الفريزر لمده ما تقلش عن 6 ساعات. انا بقى هسيبها في التلاجة ليله كامله، وبعد كده نحط عليها المروار بتاعنا يا حبايبي. بعد ما عدى 6 ساعات او بيتناها ليله كامله في التلاجة، احنا طلعناها من التلاجة وهنفكها بقى. انا جبت فوطه سخنه وفضلت الف فيها كده علشان تفك من الجناب. هقول بسم الله، انا كده هخلعها من صينيه التشيز كيك بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا ما شاء الله شايفين ماسكه نفسها ازاي. انا بقى هنا بكون محضره اهو كده حبايبي. احنا هنا فكيناها من القالب التشيز كيك بتاعنا، وجبنا بقى هنا زي شبكه، وهنحط تحتها صينيه علشان خاطر لما نيجي ننزل عليها المروار. بصوا ما شاء الله المروار بقى عامل ازاي، بصوا ما شاء الله حلو جدا وتقل من الجيلاتين، عشان خاطر لما نيجي ننزله على التورتايه بتاعتي يبقى جميل جدا. هقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنزل بقى معاكم بسم الله. بصوا بقى ما شاء الله هينزل كده واحده واحده اهو كده اهو كده حبايبي. انا بقى بنزل اهو عليها بسم الله، واي زياده بينزل من على الجناب بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله شايفين لامع ازاي وشكله تحفه جدا جدا. بس احنا بنقعده في التلاجة في التلاجة ربع ساعة بس عشان خاطر ما يمسكش، ولو مسك منكم تحطوه بس على النار، على نار شمعة يفك منكم بس. بصوا بقى كده انا حطيت هنا اهوت المصفى بتاعتي الشبكة عشان خاطر كل المروار بتاعي الزيادة ينزل تحت.
ده بقى يا حبايب قلبي الشكل النهائي للتورتايه بتاعتي. بصوا انا زينتها بتزيين بسيط جدا وقطعت مثلث معاكم. بصوا ما شاء الله عامله ازاي، والطبقه اللي تشيز حلوه قوي قوي وباذن الله تعجبكم. اهو بصوا ما شاء الله انا قطعت اهوت مثلث معاكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ حلوه قوي والكيكه هشه واللي تشيز بتاعها حلو جدا جدا. اتمنى منكم اللي انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم، وباذن الله هتعجبكم جدا جدا. قبل ما اختم معاكم الحلقه هقولك ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ معاكم وصفات سمسمة صحي ومتنوع، وحشتوني كتير جدا. ما تنسونيش بقى قبل ما ابدا في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله النهارده انا هعمل لكم السويس رول بطريقه سهله جدا وبسيطه واي حد يقدر يعمله، ولا هقولك بقى هاتي محسن جل ولا اي حاجه خالص. كل المقادير عندك في البيت ومش هتتعبي خالص ولا هتشتري اي حاجه غاليه. سموا معايا بسم الله الرحمن الرحيم وابداوا معايا الوصفه. هقول معايا 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، ومعايا نص كوبايه دقيق، وعليهم معلقه صغيره بيكنج باودر، وربع كوبايه كاكاو خام بس اسباني يكون نوع نضيف جدا ما مش كارف اي حاجه خالص، ومعايا 3/4 كوبايه سكر يكون ناعم شويه مش خشن، ومعايا ربع كوبايه زيت، اسفه مش ربع كوبايه، يعني ربع كوبايه الا حبه صغيرين، يعني هو معلقتين صغيرين اقل من ربع كوبايه كمان، ومعايا رشه فانيليا، ومعايا معلقه خل. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا انا عندي هنا المضرب الكهربائي. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هاخد معايا الاربع بيضات، ومعاهم السكر بسم الله، ومعاهم الفانيليا. ده اول حاجه هبدا بيها، تمام كده. بعد كده هقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هفضل اضرب فيهم. بصوا حبايب قلبي انا هفضل اضرب فيهم لحد ما الخليط يبقى فوم خالص ويبيض زي خليط المايونيز بالظبط. انا هفضل اضرب فيه وهرجع لكم تاني. بصوا حبايب قلبي، بصوا انا فضلت اضرب فيه كده. بص بقى فوم ازاي. طبعا انا لسه مش عايزه القوام دوت، هو اللون بتاع البيض فتح، لكن انا لسه عايزه القوام اتقل من كده، عايزاه يبقى زي قوام المايونيز ونفس الشكل ونفس القوام بالظبط. طبعا انت هتقولي لي ما فصلتيش ليه يا سمسمه؟ لا انا ما بفصلش البياض عن الصفار، انا بحط البيضه كامله كلها وبضربها بالمضرب الكهربائي وبيسهل عليا كتير جدا. وكمان الطريقه دي احسن 100,000 مره من اللي انت تفصلي البياض عن الصفار، لان لو جت صفاره واحده على البياض خلاص الوصفه بتاعتك باظت. انا يا حبايب قلبي هفضل اضرب فيه تاني كده لحد ما اوريكم القوام المناسب للخليط بتاعنا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، بصوا ما شاء الله، بصوا القوام بقى عامل ازاي. بصوا القوام عامله زي الكريمه، اكنها كريم شانتيه بالظبط وانت بتضربيها. اهو ده القوام بتاع الخليط بتاع السويس رول اللي انا عايزاه. بصوا الخليط لازق ازاي في الاسباتيولا بتاعتي. بصوا ما شاء الله جميل جدا. لازم توصلي للمرحله ديت. وخلي بالكم برضو المحسن الجل ايه فايدته في قلب عامه الكيكات الاسفنجيه، اللي هي بتخلي القوام بتاع الكيكه بيبقى ثابت، مهما تفضلي تضربي في الخليط ما بيهبطش. لكن انا هنا مش حاطه محسن جل، انا برضو عايزه ابسطها على الناس اللي عايزه تعمل حاجه زي كده. لازم تبقي حنينه جدا على الخليط اللي انت بتعمليه، ولما تيجي اضربي فيه بالراحه لما تيجي تحطي الدقيق بتاعنا، تمام كده.
انا كده خلاص المرحله ديت انا هبدا هحط معلقه الخل. انا هنا بحط بسم الله الرحمن الرحيم، انا بحط هنا معلقه خل. خلاص كده المضرب الكهربائي دوت خلاص كده المهمه بتاعته انتهت معايا اهو. بصوا يا حبايب قلبي، بصوا ما شاء الله انتوا بتفضلوا تعملوا في الخليط كده. بصوا الخليط عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. طبعا خليكم حنينين عليه جدا عشان انا مش عايزه الهواء يطلع منه خالص. تمام كده. بعد ما حطيت الخل اقوم حاطه معلقتين الزيت بتوعي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تمشي على الخطوات اللي انا بقولك عليها ديت، ما ينفعش تستهوني باي خطوه انا بقولك عليها. ما ينفعش تحط الزيت في الاول، انا بحط الزيت في الاخر بعد ما بعمل الخليط علشان يدي لمعان. بصوا ما شاء الله الخليط بتاعي ادى لمعان ازاي، بصوا بيدي ومفتاح ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. في اللحظه ديت طبعا انا بكون نخله الدقيق كويس مره واتنين علشان ادخله الهواء. دي طبعا نص كوبايه دقيق اهوت، دي نص كوبايه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت، وبحط عليها بكون نخله الدقيق ونخله الكاكاو بتاعي علشان انا هعمل السويسرول بتاعي بالشوكولاته. طبعا اللي مش حابب يحط شوكولاته براحته جدا، يبقى بدل ما هيحط نص كوبايه الدقيق هيحط كوبايه الا ربع. تمام كده بالراحه عليه خالص اهوت. انا برضو ان شاء الله هعمل لكم اللي بالفانيليا، انا قلت اعمل لكم بالشوكولاته والمره الجايه ان شاء الله هعمل لكم بالفانيليا. انا هفضل اقلب فيه كده من فوق لتحت زي ما انتوا حضراتكم شايفين لحد ما الخليط كله والدقيق والبيكنج باودر يتجانس مع بعض بالراحه خالص اهو. بصوا حبايب قلبي انا فضلت الف في الخليط اهوت. لازم الخليط يتلف على اتجاه واحد، ولما تجيبي اللي في النص تعملي كده، بصي تعملي كده، وبرده ما تطلعيش المعلقه اللي انت بتعملي اهو. بصوا ما شاء الله القوام بتاعه لسه الرحمن الرحيم اهوت. بسم الله. ما تقلقوش جدا من الكاكاو اللي انا دهناه في قلب الصاج، هو مش هيجراله اي حاجه خالص ولا هيتحرق. لا انا لازم ادهنه كده كاكاو عشان خاطر لما اجي اشيله يبقى طبق، يبقى زيه من تحت زيه زي السويسرول اللي انا عاملاه بالظبط اهوت. بصوا انا كده اهوت سويت الصاج بتاعي. بصوا ما شاء الله الصاج كبير جدا وحلو قوي. الصاج اللي انت بتحطي فيه الكميه 30 في 40 اهوت. انا طبعا قبل ما بشتغل ولا بعمل اي حاجه انا بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص. هيقعد لمده 10 دقايق، هيقعد لمده 10 دقايق يا جماعه. ده عشان دوت مش هينفع يقعد لمده ربع ساعه علشان خاطر دي طبقه رفيعه جدا مش كيكه، ولا هتقعد ربع ساعه ولا هتقعد نص ساعه، هتقعد 10 دقايق بالظبط. هدخلها الفرن وبعد كده هوريها لكم يا حبايبي. بصوا حبايبي وكده الحمد لله الصاج اهو طلع من الفرن. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. احنا بقى طبعا بنسلكه كده اهوت من الاطراف ماشي. طبعا هو قاعد في الفرن 10 دقايق بالظبط على الرف اللي في النص على درجه حراره 180 170. 10 دقايق يمكن اقل كمان يا جماعه، محدش يسيبه اكتر من كده. تمام كده. طبعا هو بصوا متسلك ازاي اهوت. انا في اللحظه ديت بجيب ورقه زبده اهو. بسم الله. انا بعد ما قلبته رحت بقى ايه قلباه تاني على الوش بتاعه. طبعا اللي انا لما قلبته الوش ده كله اتشال، يعني الحته اللي مقطوعه دي مش مشكله خالص. احنا اهم حاجه عندنا السويسرول بتاعي. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. انا بقى في اللحظه ديت انا وهو سخن كده انا بلفه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم علشان خاطر لما اجي عقبال ما احضر الحشو بتاعه يكون هو برد. لازم اعمله كده اهو. بسم الله اهو. وبشيله لازم اهو اخليه كده واقوم حاطاه. اجيب تكون فوطه نظيفه اهي. انا عندي هنا
قماشه كده نضيفه اهيت، هقوم برضو عاملاه كده اهو علشان خاطر يفضل طري، لان هو اصلا مش مستحمل اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى هخليه كده على جنب ونروح نعمل الكريمه بتاعته. ودي بقى يا حبايبي مقادير الحشو بتاعت السويس رول بتاعتي. انا معايا هنا نص كوبايه كريم باتيسير اللي هو اللي بتجيبيه من عند مستلزمات الحلويات، ومعايا كوبايه كريم شانتيه، ومعايا نص كوبايه كاكاو خام اسباني يكون طعمه حلو جدا ما يكونش كارف اي حاجه، ومعايا هنا كوبايتين ميه مثلجه يعني تكون ميه ساقعه. اول حاجه هجيب طبق، اقول بسم الله الرحمن الرحيم. هحط هنا اول حاجه كوبايه ميه، تمام. لو عوزنا الكوبايه دي هنحطها، بس الاول هناخد كوبايه ميه الاول. هحط هنا كل المكونات بتاعتي بسم الله اهوت كلها على بعضها كده. بعد كده هنفضل نضرب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هنعوز الكوبايه الميه التانية، يبقى كوبايتين الميه احنا استعملناهم اهوت بسم الله. او كده حبايبي خلاص اهوت. انا كده حطيت كوبايتين الميه واحتجت برضو عليهم نص كوبايه ميه تاني اهو. ده كده القوام الكريمه اللي انا عايزاه اهو. بص الكريمه دي اهي ماسكه نفسها اهوت، عشان لما اجي احطها على السويس رول بتاعنا تكون حلوه اهو. كده خلاص كده اهوت انا خلصتها. هحطها بقى في التلاجة تسقع، وبعد كده هنيجي بقى ايه نطبقها مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي انا كده بصوا الخليط بتاع الكريم شانتيه والباتيسير، بصوا ما شاء الله جامد ازاي، تمام. ودوت انا جايباه ده شوكليت شيبس عشان خاطر هحشيه مع الكريمه بتاعتي. انا كده خلاص السويس رول بتاعي بارد خالص، تمام. انا بعمله كده اهوت عشان خاطر لما اجي افرده يبقى ايه سهل معايا. بسم الله اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. بصوا كده يا حبايبي خلاص كده انا فردت الكريم شانتيه كلها بالتساوي. بعد كده اهوت هجيب الشوكليت شيبسي بتاعي ده طبعا اختياري اهوت، وهعملها كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت ممكن تختاري اي حشو انت عايزاه، ممكن كريز، ممكن فراوله. انا متاح عندي دلوقتي الشوكليت شيبس اهوت. هعمله كده اهو ما شاء الله حلو جدا كده. انا اهو خلصت. بصوا بقى انا ايه طبعا مش هجيب الورقه معايا خلاص هنا. انا الورقه هفرد ايه هلم بيها بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. بسم الله الطرف ده هو اللي تحت، وبعد كده هقفل عليه اهوت. هجيب الطرف اللي هنا اللي احنا قفلنا عليه من تحت كده، وبعد كده هقفل عادي خالص اهوت. بسم الله اهو كده حبايب قلبي اهوت. بعد كده بقى هحطه في التلاجة لمدة ساعتين علشان خاطر يجمد، وبعد ساعتين ان شاء الله هوريهولكم. بصوا بقى يا حبايبي بعد السويس رول ما حطيته في التلاجة لمدة ساعتين او ساعة، بصوا هو الحمد لله ماسك نفسه خالص. انا بقى جبت انا عندي شبكة زي ديت وحاطه تحتها صينيه. طبعا انا جبت بقيه الكريم شانتيه علشان خاطر انا عايزه اجلس السويس رول بتاعي، تمام. انا هجلس السويس رول بتاعي كده زي ما انتم شايفين علشان خاطر هديله طبقه جناش.
مش هينفع احط الجناش بتاعي اللي احنا مره عملناه قبل كده، حلقه الصوصات. لو انا هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان ترجعي لها وتعرفي انا عملت الجناش اقتصادي ازاي وحلو جدا، وهتعتمدي عليه في كل وصفاتك. تمام كده. بس انا لازم ادي الاول طبقه كريم شانتيه من اللي احنا كنا حشينا بيها السويس رول بتاعنا علشان نزين بيه. تمام كده. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا بقى انا فضلت اجلسها كده زي ما انتم شايفين بالشكل المتساوي دوت. ما شاء الله الكريمه جامده جدا، عشان خاطر الكريم باتيسير اللي انا حطيته. يعني انا مش حاطه، لو انت عايزه كريمه صح ما ينفعش تحطي كريم شانتيه بس، اللي هيديها القوام الصح بتاع التورت زي ما بتجيبيها من بره كريمه. اللي طبق تحت اجيب طبق تحت الصينيه كده علشان بس ايه يمسك الشبكه بتاعتي معايا اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت بسم الله. اهوت ربع ساعة تجمد وهي كده بقلب الصينية بكل حاجة، علشان ما كانش ينفع اشيلها من على الصينية عشان كنت ممكن ابهدلها. يعني انا حطيتها كده في التلاجة، بعد كده ما شلتها من ما خرجتها من التلاجة. انا بجيب كريم شانتيه وبجيب القمع اللي هو البلاستيك ده، وحتى لو عندي الكيس بتاع اللبن وتفتحيه بس فتحة صغيرة كده. هنعمل شكل جدا بسيط اهو، هوريهولكوا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السويس رول بتاعي لان الكريمه جامده. بصوا انا كده خلاص عملتها بالكريم شانتيه. هنا في بس حته انا عايزه اعملها اهيت. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو. انا بصوا يعني دي ابسط تزيينات انا ممكن اعملها، يعني للناس المبتدئه. انا في تزيينات كتير جدا انا عارفاها، بس دي يعتبر ابسط حاجه اللي انا اوريها لكم لو انتوا حابين تعملوا سويس رول في البيت. تمام. طبعا بقى بالخله انا كده هوريكم. بسم الله اهوت. انا هجيبها كده اهو عشان اوريها لكم. بسم الله اهوت. بجيبها كده زي ما انتوا شايفين كده اهوت. يعني بصي يعني سبحان الله تزيين بسيط جدا، بس هتاخدي شكل مش قادره اقولك رائع جدا اهوت. بعد احنا ما عملنا كده بنرجع بقى اهو. بس معايا منديل اهوت عشان ما بهدلش الدنيا. برجع الناحيه التانية اهو. شايفين كده؟ بصوا ما شاء الله. بصوا عامله ازاي. طبعا في هنا بصوا الحته ديت هجيبها لكم بس هنا عشان تبقى قريبه منكم. بصوا الحته دي اللي انا بعملها كده، بعد كده بتنزلوا كده اهو. باجي هنا طبعا كل ده كده هيتظبط. انا الصينيه دي سايباها كده للاخر عشان خاطر دي اللي واخده الشوكولاته كلها اللي نزلت مني عشان ما بهدلش الدنيا. بعد كده برجع اهو اهو. بصوا ما شاء الله. شايفين الشكل؟ ممكن اشيلها لكم كده اهو. بسم الله. بصوا ما شاء الله الشكل عامل ازاي، يعني مش قادره اقول لكم تحفه فنيه. بصوا اهوت ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. تمام كده. انا بقى انا عايزه اعمل معاكم وردات، بس انا عندي هنا بلبله هحطها في قلب الكيس الحلواني دوت وهوريها لكم انا هعمل ايه. بصوا بقى حبايبي انا اهوت جبت بقى الكيس بتاعي الحلواني وحطيت فيه البلبله اللي هي بتاعه بلح الشام اللي انتوا شايفينها ديت، وهعمل هنا وردات. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله عامله ازاي، يعني مش قادره اقول لكم سهله جدا وتحفه. انا بقى هدخلها التلاجة
تجمد لمده نص ساعه. معلش انا طبعا تعبتكم معايا لما كل شويه بدخلها التلاجة، بس ده لازم، ودي خطوات لازم تمشي عليها. ما ينفعش تنقصي خطوه علشان الموضوع ممكن يتبهدل والحاجه تسيح منك والكلام ده، عشان احنا الجو حر. انا هدخلها بس تلاجة لمده نص ساعه، وهوريكم بقى الفينش النهائي خالص. ده يا حبايبي بقى الفينش بتاعنا بتاع السويس رول. بصوا ما شاء الله اهو، بصوا ما شاء الله عامل ازاي. بصوا حلو جدا، وبصراحة التزيين بتاعه هو بسيط بس بصراحة جميل قوي. انا هقطع معاكم واحدة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزة اقول لكم يعني هش جدا وخفيف قوي، يعني ما اكنك عاملاه بالظبط بمحسن الجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت بصوا بصوا ما شاء الله عامل ازاي. بصوا ما شاء الله قطعه اهو، بصوا عامل ازاي ما شاء الله، حلو جدا. بصوا اكنك بالظبط جايباه من بره، وطعمه مش قادره اقول لكم على الجمال. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، حلو قوي، والكريمه اللي فيه يعني مش قادره اقول لكم تحفه جدا. يا رب ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم، وباذن الله تكون خفيفه على قلبكم، والوصفه تعجبكم، والسويس رول يبقى جميل جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى طيب. طب تعالى. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا أحمد، سنة حلوة يا جميل. يلا قلم 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 حيا بالفرحة، هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد وليحيى أبو الفصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين عليكم، كل سنة وانتم طيبين. حبيت أشارككم كده لحظة بسيطة من حفلة عيد ميلاد أنا كنت عاملاها لجوزي، حفلة كده بسيطة، وطبعا هو مقامه أكبر من كده بكتير. ربنا يخليك لينا ويحفظك يا رب لأولادك والأهل بيتك، ويشفيك ويعافيك وما شوفش فيك مكروه أبدا. بجد الحفلة دي كانت جميلة جدا، وهو كان فرحان لأن كان فيها كل الحبايب، كانوا موجودين كل اخواته، وبصراحة كان فرحان جدا جدا. ربنا يا رب ما يحرمكم من بعض، ودايما يا رب متجمعين في الخير، اللهم امين. قبل ما ابدا معاكم اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهات الجامده جدا من وصفات سمسمه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا 300 جرام دقيق، ومعايا 7 بيضات، ومعايا 250 جرام سكر، ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه ونص محسن جل كبيره، و125 جرام ميه دافيه، و25 جرام كاكاو، ومعلقه كبيره خل وفانيليا. التورته دي يا جماعه مقاس 40 من 35 او 40. تمام، انا عامله التورته دي كبيره علشان خاطر انا عايزاها كبيره، لكن ان شاء الله هسيب لكم كل الوصفات اللي انا عملتها في لينكات في صندوق الوصف. تمام، لاني انا يعني مسرعه الفيديو على قد ما اقدر، لان الفيديو طويل جدا جدا. الفيديو ممكن يعني وصل لساعه ونص، وانا طبعا مش هنزل الساعه ونص. انا يعني ربنا يعلم انا وصلته لتلت ساعه دي ازاي، مجريه الفيديو على الاخر بصراحه. تمام، لان اغلبيه الحاجات اللي انا عاملاها في القناه هنا. اول حاجه هنا معايا انا نزلت كل المواد السائله على بعضها، معاها محسن الجل. ليه بقى؟ لان محسن الجل هو العامل الاساسي معايا هنا في الماده الرافعه، مهما اضرب فيها ومهما لما انزل الخليط ما يهبطش ابدا ابدا. تمام، دي كل المحلات بتاعت الحلواني ما بيستغنوش عن محسن الجل. تمام،
انا طبعا حطيت كل حاجه وفضلت اضرب فيها لمده 10 دقايق او ربع ساعه علشان اوصل لقوام انا عايزاه. القوام ده عامل زي قوام المايونيز. طبعا مش المرحله دي ابدا ابدا، لسه في مرحله تانية، مرحله المايونيز، ولا تقيل ولا خفيف كده، مرحله عامله زي مرحله الكريب كده، لا سايل، يعني تقيل شويه صغننين لكن سايل برضو. لا انا مش عايزه المرحله دي خالص. تفضلي تضربي فيها في المضرب الكهربائي، معلش يعني انا بعتذر جدا، لو عايزه حاجه كويسه هو لازم المضرب الكهربائي اللي هيديكي نتيجه مبهره بجد، اكنك جايباها من بره بالظبط بالظبط. تمام. انا نسيت اقول لكم اللي انا حطيت معلقتين زيت بيدوا طراوه للكيكه. بصوا بقى ده، بصوا المنقار ده، المنقار ده اللي انا عايزاه، ده المنقار المظبوط بتاع الايه، بتاع القوام بتاع الخليط بتاعت الكيكه الاسفنجيه دي، كده كيكه اسفنجيه. تمام. هنقول بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا هنا زي ما قلت لكم الدقيق، وبحط عليه الكاكاو والايه ونسبه بسيطه من البيكنج باودر ورشه الملح. بقلب كل الخليط ده على بعضيه. بعد كده بتنزلي بالتدريج، يعني حبه حبه كده، هتنزليها على مرحلتين. اول مرحله انت بتفضلي كده، اهم حاجه من فوق لتحت وعلى اتجاه واحد. اهم حاجه يا جماعه ما نعملش على كذا اتجاه، هو اتجاه واحد بس. حطيتي بقى ايا كان جل او ما حطيتيش، هو برضو على اتجاه واحد علشان يحتفظ بالهواء. بصوا كده، نزلت بقيه الخليط اهوت وفضلت على اتجاه واحد. بصوا ما شاء الله القوام جميل جدا. دي صينيه مقاس 35، دي بتاعت التشيز كيك. انا دلوقتي هقول لكم ليه انا عملتها في التشيز كيك، ما عملتهاش في صينيه عاديه. عادي ممكن تعمليها في صينيه عاديه، بس انا هقول لكم دلوقتي ليه. انا طبعا جبت ورق زبده ودهنته بالزيت علشان برضو ايه الورق يبقى ثابت. انا كده بكون مشغله الفرن على 180 على الرف اللي في النص الربع ساعه. تمام. هدخلها ونشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل هنا الحشوه بتاعتنا اللي هي حشوه التشيز. انا عامله حشوه التشيز، مش عامله كريم شانتيه. تمام. انا جايبه هنا 3 كوبايات كريم شانتيه، وكوبايتين كريم باتيسير، وكوبايه كريمه لباني. خلي بالكم يا جماعه من المقدار دوت، كل حاجه نسبه وتناسب. وكوبايه الا ربع سكر، و3 معالق كاكاو. انا بقى بضرب، وطبعا 4 كوبايات ميه مثلجه حسب الاحتياج. تمام، لان كل كميه بتاخد نسبه ميه معينه. انا طبعا بضرب الكلام ده كله لحد ما يبقى الخليط كده حلو وكريمي وهش وتحفه جدا جدا. هتقولوا لي حطيتي كل ده مع بعض؟ لان انا عايزه عفوا، انا عايزه انا عايزه الخليط يكون غني، ما يكونش اي خليط وخلاص. بصوا ما شاء الله الخليط عامل ازاي. انا بقى طبعا هحطه في التلاجة لحد ما الكيكه بتاعتي تخرج، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا بقى كده خلاص الكيكه بتاعتي خلصت اهيت. بصوا انا يعني جربتها بخله، ما شاء الله هشه. وبصوا الارتفاع بتاعها قد ايه، وهشه وجميله وكانت تحفه، مش قادره اقول لكم والله. هسيبها بقى ايه تهدى كده. انا طبعا كنت عاملاها من بالليل وسبتها للصبح. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. انا كده طبعا بقى هعمل الجلاشه بالمكسرات. انا اول حاجه هعمل السيرب بتاعه. هحط 4 كوبايات سكر على 4 كوبايات ميه، وهحطها على النار. اول بس ما هيغلي غلوتين هقوم حاطه النص الليمونه علشان يعقد. تمام. هنيجي بقى هنا، ده اكبر صاجة عندي 30 في 40. انا حاطه الماده الدهنيه، حاطه زبده على سمنه بلدي على زيت، وبرش بيها كده في الصاج بتاعي بالفرشه، علشان انا ما شاء الله الصينيه دي بتاخد لفتين جلاش، كل لفه نص كيلو. ما بجيبش اللي هي 350 جرام، لا، بروح عند بتاع الحلواني نفسه بتاع البسبوسه والكنافه وبجيب منه، ما بجيبش من البقال، لان كل البقاله بيبقى 350، لكن الراجل بتاع الكنافه نفسه 500 جرام صافي. تمام. طبعا بصوا زي ما انتم شايفين كده انا بعمل ايه. انا ما بحطش لفه الجلاش كلها بجوه الورقه، لا، بحط نص بره ونص جوه. بصوا خليكم متابعين الخطوات. بصوا نص بره ونص جوه، نص بره ونص جوه. تمام، علشان خاطر لما اخلص اللفتين كلهم او ايا كان الكميه اللي انت هتعمليها، لما تيجي تحطي الحشو، يعني خلاص خلصتي كده كل الكميه اللي معاكي وخلاص بقى حطيتي الحشو، هتقومي مرجعه كل حاجه مكانها تاني. بصوا بقى خليكم معايا واحده بواحده وهتعرفوا انا عملت ايه في الاخر.
تمام. اهو انا بحط من كل رق، ما بين كل رق ورق بحط دهنه، بحط ماده دهنيه علشان ايه؟ يبقى هش كده وتبقى عامله مرقه، عامله زي الملفيه بالظبط كده. بصوا بقى خلصت كل الكميه بتاعتي، اللفتين خلصوا، قمت جايبه الحشو بتاعي وحطيته زبيب بقى على جوز الهند على مكسرات وايه، وحاجه كده فاخر من الاخر بصراحه. لو وصلتي للحته دي ما تنسينيش اللايك، ودعوه حلوه منك من القلب ان ربنا يا رب يصلح حالنا وحال امه محمد وينجحنا يا رب ان شاء الله على اللي احنا بنعمله. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده انا بقفل هنا، هنقفلها ظرف، وبعد ما قفلناها خلاص انا بسيب 3 ورقات او 2 بقفل بيهم الجناب. بصوا زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه؟ باخد كده من تحت من فوق اهو، وبقفل بيها كده من تحت خالص. بصوا زي ما انتم شايفين اهو، يا رب تكون كل حاجه واضحه لكم وكل حاجه باينه. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طول ما انت واقفه كده في المطبخ بتروقي بتعملي اي حاجه اذكري الله، دايما تذكري الله، دايما ربنا هيوسع رزقك وهيفرج همك ويفك كربك. ويعني بجد مش قادره اقول لك، ربنا ده رحمته واسعه جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد كده. بصوا بقى خلاص انا كنت قفلت من الجناب بقى بالورقات اللي انا بقول لكم عليها، وخلاص بقى ايه بقطعها. التقطيعه دي بقى زي ما انت عايزه، مثلثات، سمبوكسات، مربعات، زي ما انت عايزه براحتك. تمام. انا كده بقى خلاص كده كنت قطعتها كل حاجه اهو، وحبه الماده الدهنيه اللي بقوا حطيتهم على الوش كده بقى وايه، واديني بقى حاجه كده مش قادره اقول لكم، يعني حلواني حلواني يا ناس. ايه الجمال ده والله يا بنتي يا نسومه، انت خسرتك في الزمن ده، بس يلا بقى الحمد لله. بصوا بقى خلاص كده حبايب قلبي، انا كنت دخلتها الفرن على درجه حراره 180 على الرف اللي في النص، خدت بالظبط ربع ساعه. بتكون الفرن حاميه طبعا يا حبايب قلبي، ما حدش دخل اي حاجه على فرن واطيه علشان الحاجه تطلع معاكي مظبوط. وكده بقى كنت سقيتها خلاص بالسيره بهوت، هسيبها بقى تبرد وتقعد مع نفسها ونشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. كده بقى خلاص التورتايه بقى بتاعتي، الكيكه بتاعتي بقى ارتاحت وخدت راحتها على الاخر. تمام. لو هتعمليها ومستعجله ما تقطعهاش اقل من 6-7 ساعات علشان ما تفرولش منك. تمام كده. محدش بيعمل الحركة دي اللي هي بعد 5-6 ساعات الا اللي هم الناس اللي هي متمكنة، فاهماني؟ لكن لو انتوا عايزين، لو مش هتعرفوا لازم تسيبوها لمدة يوم كامل علشان تمسك نفسها. انا هنا كنت عاملاها يعني مش بالليل قوي، لا انا كنت عاملاها على الساعة 4-5 الفجر كده، بس قعدت معايا كتير، يعني قعدت معايا 4-5-6-7 ساعات، فاهميني؟ لكن انا طبعا عشان ايدي خدت على الحاجات ديت فانا عارفه انا بعمل ايه، يعني فاهميني ازاي؟ انا طبعا مش حلواني ولا شيف ولا اي حاجه، بس من كتر الخبره والمهارات والبني ادم لما بيكون عاوز حاجه بيفضل بيعملها مره و2 و3 لحد ما هيعملها احسن من اللي بيعملوها. ومفيش حد احسن من حد، وربنا يا رب يصلح حالنا وحال امه محمد. بصوا بقى ما شاء الله 4 رقات، الله اكبر عليكي يا نسوم، تسلم ايدك وعينك. بصوا بقى حبايب قلبي اهو ده بقى اللي انا كنت بقول لكم عليه. انا ايه هدفي؟ اللي انا عايزه صينيه التشيز كيك، علشان انا هطبق الكيكه في قلب الصينيه ليا سمسمه، علشان انا يا حبايب قلبي مش عايزه الحشوه تخرج بره مني، لا انا عايزه كل حاجه كده ايه تبقى ما شاء الله كده تمام التمام، وكل حاجه فاخر من الاخر، مش عايزه احس بزروطه. عارفين ليه؟ علشان احس كده براحه نفسيه وانا بعمل الحاجه، ومفيش حاجه كده بالزروطه حواليا ولا اي حاجه كده، كل حاجه كده منظمه وجميله. وانا طول عمري بصراحه بحب النظام، ما بحبش الهرجله ابدا، الهرجله بتاثر من العمر، لكن النظام بيخليه كده عندك مجال واسع. تمام كده حبايب قلبي، لو وصلتوا للحته دي اتمنى منكم تحطوا لي اللايك فضلا وليس امر لو بتحبوا سمسمه وعايزيني اظهر على طول. بصوا بقى ما بين كل رق ورق انا بحط ايه؟ نسبه من السيرب، مش تقيل، لا عامل زي الشربات بتاع البسبوسه كده، يعني يا دوبك يقعد وايه وتطفي عليه على طول. انا طبعا عشان كان عندي سيرب فانا جبت ربع كوبايه ميه على حبه سيرب كده علشان اخفف ايه الخليط، اخفف السيرب بتاعي اللي هو ايه بتاع العسل. تمام. علشان ايه؟ اسقي بيه الكيكه بتاعتي. وخلطه التشيز دي مش قادره اقول لكم بقى يا جماعه الجمال، حاجه كده اقسم بالله العظيم جميله. انا كنت عايزه الكيكه دي تطلع زي ما انا عايزه بالظبط، يعني احلى من بتاعه المحلات، فاهميني ازاي؟ طبعا انتوا هتشوفوا
هتشوفوا التورتيه دي في الاخر بجد والله مش هتصدقوا بجد اللي هي معموله في البيت. كل اللي شافها ودقها والله قالوا لي انت جايباها من بره جميله جدا وتسلم ايدك، وبشكرهم جدا 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 اللي هم جم وشرفونا. ويا رب يا رب كده ما يفرقنا ابدا، ودايما يجمعنا يا رب على خير، ويخلي كل الناس الحلوه الطيبه اللي بتتمنى الخير لبعض، ويا رب ابدا ما يجمعنا ويبعد عنا كل شر وسوء باذن الله، ويحفظ لي جوزي ويديله الصحه والعافيه ويشفيه يا رب العالمين. او بصوا بقى كده خلاص، انا خلاص كنت عملت بقى ال3 طبقات اهوت، وما بين كل طبقه وطبقه اللي تشيز بتاعتي. بصوا بقى انا جبت الاسباتيولا بتاعتي دي يا اخواتي، شيف ايه الجمال ده يا بنتي يا نسومه والله العظيم. بصي يعني مش قادره اقول لك، يعني فخر، انت كده فخر من الاخر. انت المفروض تكوني في برنامج تلفزيوني، يعني بجد المهارات دي كلها ما ينفعش كده يا جماعه. فين التشجيع؟ حطوا لي بقى لايك لو وصلتوا للحته دي، لايك جميل كده من ايديكم، علشان نقدر نعمل لكم حاجات حلوه كده اكتر واكتر. انا بقى ببسطكم كده عشان افرفشكم كده في قلب الفيديو، ما تتفرجوش وخلاص. انا عايزه الابتسامه دي تفضل كده على وشوشكم ايا كان حالتك النفسيه. طبعا البني ادم هو اللي بيبقى عالم بالناس، يعني بجد كل ربنا هو اللي بيبقى عالم بالبني ادم، لكن لما هتيجي تظهري مع حد او تظهري لحد لازم تديله الطاقه الايجابيه علشان خاطر البني ادم يقدر يكمل. لكن لو كل واحده ادت لحد الطاقه السلبيه بجد الناس كلها هتكتئب. ويا رب يفك كرب الناس كلها ويجيلهم كل ما يتمنوا يا رب. بصوا بقى ما شاء الله، انا بصوا بقى بسويها ازاي بالسباتشولا بتاعت التورت دي. ولو ما عندكيش اعمليها طبعا بمعلقه، احنا مش هنقف على حاجه، انا ما كانتش عندي بس انا عشان بعمل الحلويات على طول ماشي اضطريت اجيبها عشان بصراحه مريحاني على الاخر. انا التورتيه دي هحطها في الفريزر لمده 2 ساعتين علشان تجمد، عشان هقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه، خليكم معايا. هقول بقى دلوقتي بسم الله، وهعمل عقبال بقى ما التورتايه بتاعتي تجمد شويه هعمل الميني بيتزا. تمام، هجيب هنا كوبايه الا ربع كيلو الا ربع دقيق، عفوا كيلو الا ربع دقيق، وعليه معلقه كبيره خميره او معلقه وربع، وعليها ربع كوبايه ميه دافيه. طبعا انا ليه ربع كوبايه ميه دافيه عشان الخميره بس، لكن لما تيجي تعجنيها الدقيق حسب احتياج الميه. تمام كده، وهحط ربع كوبايه زيت ومعلقه خل. هحط كل المواد الجافه كل المواد السايله في قلب الكوبايه وتسيبيها تخمر شويه، واول ما تخمر تنزلي عليها بالمواد الجافه وتفضلي تعجني فيها مده ما تقلش عن 10 دقايق. بصي بقى انا بنزل الميه حبه حبه ازاي، اوعي تنزلي الميه كلها مره واحده علشان على العجينه ما تسلش منك. تمام، تفضلي تعجني فيها كده حلوه كده زي الشطره اهو كده، تعجني تلت وتعجني كده بدل ما تلت وتعجني مع حد، هاتي عجينه وافضلي لت واعجني فيها. تفضلي بقى تعجني كده فيها. بصي ما شاء الله اللهم بارك، عملت عرق ازاي ده بقى هتاخدي بقى حاجه كده فخر من الاخر، وعجينه هشه وحلوه زي بتاعه الافران بالظبط. تمام، بصوا بقى كده خلاص خمرت نص ساعة. هو الجو حر مش ساقعة يعني، لكن لو في الساقعة هي مدة ساعة او ساعة ونص حسب المكان اللي انت حاطاه فيها. فردت العجينة زي ما انتوا شايفين اهوت بأي قطاعة عندك، كوباية اي طبق اي حاجة، مش هنقف على حاجة. انا طبعا عندي القطاعات ديت زي ما انتوا شايفين كده، دهنت الصاج بتاعي ورحت مقطعاها بالتقطيع ديت. بس قبل ما تحطي الحشو عليها هتعملي يا ست الكل، هتجيبي شوكة وتخرمي العجينة بتاعتك علشان خاطر العجينة ما تعلاش وتبقى عجينة كده وما تبقاش طعمها حلو خالص. بصي لكل حاجة يعني تبقى الحاجة كده خير الامور الوسط. تجيبي بقى طبعا اول حاجة الحشو بتاعنا، هتجيبي الصلصه وتحطي عليها زعتر وملح وفلفل وثوم وتحيقيها وتظبطيها، وتقومي مجلساها كده على البيتزا، وتقومي حاطه الخلطه بتاعت الفلفل والطماطم والبتاع اللي هو اسمه الزيتون، وتحطيها عليها
وتقومي حطاها في الفرن لمدة نص ساعة ربع ساعة وتخرجيها وكلي بقى احلى ميني بيتزا. كده خلاص، كده خلصنا الميني بيتزا اهوت. هنجيب بقى ايه التورتيه بتاعتنا الجميله الحلوه دي. شفتوا بقى انا كنت عايزه بقى القاعده المتحركه ازاي؟ دي كده لسه طالعه من الفريزر طازه. هقول لكم بقى على حاجه حبايب قلبي، انا طبعا مش هجلس بالخليط بتاع الايه اللي تشيز اللي انا عملته، لا انا بجيب كريم شانتيه بس، يعني كوبايه كريم شانتيه وعليها ربع كوبايه كريم باتيسير، وبجلس بيها التورتيه بتاعتي. تمام. هتقولي لي طب انت ليه ما جلستيش بالخليط بتاع التشيز؟ لا، عشان الخليط بتاع التشيز تقيل وممكن يبهدل لي التورتيه، وعقبال بقى ما تمشي فيها هتكون تقيله جدا وهتبوظ لك كل حاجه انت عملتيها. لكن بص الخليط ده بيمشي معاكي، فاهميني ازاي؟ كده هو يا دوبك كريم شانتيه وكريم باتيسير بس، ايه كل حاجه نسبه وتناسب. بصوا بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. انا واخده الاسباتيولا بتاعتي بتاعت الحلويات وايه بجلس فيها. بصوا بقى ما شاء الله مسطره. عايزه اقول لكم الاداه ديت بتخلي بجد التورتايه بتبقى مسطره حقيقي. بصوا بقى حبايب قلبي، انا كده خلاص خلصت. بصوا بقى انا حطاها على فكره على القاعده بتاعت الصينيه موصور عالي. انا طبعا ما عنديش القاعده المتحركه بتاعت التورت اصلا، بس طبعا الجيش قال لنا نتصرف، فانا ما فيش حاجه تقف عليا. يعني البني ادم الشاطر البروفيشنال ما فيش حاجه بتقف، كل حاجه يعني نقدر نعملها بيها، ما فيش حاجه هتوقفنا خالص. وربنا يا رب يثبتنا على اللي احنا بنعمله، وكل حد ما بيعمل حاجه ربنا يثبته عليها يا رب. بصوا بقى ما شاء الله، انا بقى يا سلام عليك يا بنتي يا نستم، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ جميله، تسلم ايدك. بصوا بقى انا هحطها في الفريزر تجمد شويه بقى صغنانين كده عشان اقدر احط الحشو عليها. خليكم معايا بصوا بقى طلعتها اهوت. على فكره خلي بالكم يا جماعه اللي انا عملت اكلير، بس الاكلير انا ما صورتوش. تمام. انا بس حطيت اللينك بتاعه، انا كنت عملته قبل كده في الحلقه، بس الفيديو كان هيطول مني زي ما قلت لكم، فاهميني؟ يعني كان هيعدي ساعه ونص، فطبعا مش هينفع، مستحيل انا انزل فيديو ساعه ونص. انا يا دوبك عملته تلت ساعه بالعافيه. فانا كل حاجه انا عملتها هنزلها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. تمام كده. بصوا بقى الورق ده، بصوا جميل ازاي. هتروحي عند مستلزمات الحلويات تقولي له ايه، انا عايزه الورق اللي بيتحط حوالين التورتايه. بصوا بقى انا كنت الحته دي هقطعها، لا بس انا مش هقطعها، انا عشان كده كنت جايبه المقص جنبي، فانا لقيتها حته صغيره وبصراحه استخسرتها، قلت لا هقطعها. فايه قلت لا يا بنت يا بنت سمسمه، لا خليها كده وشوفي هتعملي ايه تاني. بصوا بقى كده انا عملت ايه. بصوا معايا ايه، معايا بقى اللي هو الشوكليت شيبس، ومعايا شوكولاته جالاكسي، ومعايا صوص شوكولاته وصوص كراميل، واللي هو الفورماسيل اللي هو البني والابيض والاحمر، ومعايا مروار احمر. بصوا بقى حبايب قلبي، انا هعمل تورتايه الفور سيزون. تمام. انا بعملها ايه، بعمل الاول بحددها بالسكينه، ما ينفعش تحطي كده عشوائي عشان ما تبهدليش الدنيا بتاعتك. بصوا بقى ما شاء الله عامله ازاي اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان تعرفوا اللي انا كنت عايزه صينيه التشيز كيك. ليه؟ علشان كل حاجه تطلع متساويه وزي ما انا عايزه بالظبط. ولما انا حطيت التورتايه في الفريزر قدرت اعمل فيها كل حاجه. بصوا التورتايه مش صايحه وكانت جامده، يعني ما كانتش حجر قوي ولا كانت سايله، لا كانت ماسكه نفسها علشان اقدر اعمل كل حاجه بتأني وبانتظام. بصوا بقى انا جبت حبه كريم شانتيه وحطيت عليه صوص كراميل علشان يطعم الخليط بتاعي. تمام كده. انا طبعا احنا قلنا عايزين حاجه فخر من الاخر، لان هي مش لاي حد، هي لجوزي حبيبي الله يديله الصحه والعافيه يا رب. بصوا بقى كده انا كنت عملت ايه 6 مثلثات زي بتوع البيتزا كده، دي اسمها الفور سيزون. تمام. بصوا بقى انا جبت طبعا اللي هو زي الشوكليت شيبس دوت، ده الابيض دوت بالشوكولاته البيضاء وبيبقى من جواه بسكوت. بص عايزه اقول لكم جميل جدا جدا جدا. حطيت بقى هوت اول صف طبعا عشان اكسر اللون، حطيت ايه الشوكليت شيبس بني. تمام. وحطيت بقى هنا اللي هو الذهبي دوت، اللي يشوفه يقول عامل زي اللولي. عايزه اقول لكم حاجه كده جميله جدا جدا. بعد كده بقى عملت ايه حبايب قلب، بصوا بقول لكم ايه، اوعوا تنسوا اللايك فضلا وليس امرا. بصوا بقى انا عملت ايه، ده بقى الصوص بتاع الكراميل. عشان تعرفوا ليه انا حطيت، المفروض اللي انت تحطي اللي هي القاعده ديت
اللي قصدي اللي هو البتاع السوليفان اللي حوالين التورتايه. ليه حطيتها قبل ما اعمل الاشكال دي؟ علشان الصوص ما يخرجش مني من بره. بصوا بقى ازاي احنا مرتبين ومنظمين، يعني كل حاجه ليها مكانها. قبل ما تزيني لازم تجيبي الورقه ديت وتحطيها كده حواليها. البتاعه دي يعني متر ب5 جنيه، والله العظيم هتطلع لك حاجه جميله وهتبهر كل اللي يشوفها. انا بقى هنا كنت قطعت اللي هو الشوكولاته جالاكسي، قصدي الكيت كات، وقطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين كده علشان ايه احط فيها مثلث. تمام. بعد كده بقى ايه هجيب اللي هو الشوكولات شيبس الكبيره مش الصغيره. حطيت ايه واحده بني وواحده ابيض، واحده بني وواحده ابيض. ماشي. لو وصلت الحته ديت ما تنسيش اللايك الجميل ودعوه حلوه منك من القلب لو بتحب سمسمه ونفسك تنجح. بصي بقى ريماس هنا كانت واقفه جنبي عماله تقول لي يا ماما اديني واحده، قلت لها اسكتي يا ريماس اصبري لما اخلص خالص. ريماس بنتي بتحب الحاجات دي قوي، واحنا مفيش اصلا مين ما بيحبهاش. خلاص على فكره انا حطيت مع الكراميل عفوا انا حطيت بسكوت بسكريم، بيبقى لايق جدا جدا. انا على فكره كنت عايزه اعمل لوتس، زبده اللوتس، بس طبعا الوقت ما امكننيش. يعني انا كان بقالي 3 ايام والله بعمل في الحاجات دي. يعني كنت بصحى الساعه 7 الصبح مع ابني وما بخرجش من المطبخ الا الساعه 2 3. هتقولي لي بتعملي ايه كل ده؟ انا طبعا انا لوحدي، معايا ربنا فوق كل شيء، بس طبعا عشان انا عايزه حاجه تشرف جوزي وتشرفني قدام كل اللي هيجي وايه ويحب الحاجات اللي انا بعملها. بصوا بقى انا كده حطيت خلاص اهوت اللي هو الشوكليت شيبس اهوت. تمام. انا عايزه اقول لكم يا جماعه اللي انا عملت اهو، انا بقول لكم انا عملت الاكلير عشان هتشوفوه في الصور، عشان انا يعني انا ما جبتوش حتى وهو بيتزين، لاني والله بجد انا ما كنتش عارفه اصوره، وكان الفيديو هيطول مني جدا جدا وما كنتش هعرف انزل اصلا الفيديو. لو كان وصل لاكتر من كده ما كنتش هعرف انزله خالص. تمام. بس كده حبايب قلبي، وعايزه اقول لكم بقى طبعا حفله العيد ميلاد كانت كلها جميله وكانت فيها كل الحبايب والاحباب وكل حاجه. يا رب دايما يجمعنا على خير، ما يفرقنا ابدا، ويبعد عننا كل سوء وشر يا رب، ويحفظ جوزي ويشفيه باذن الله. بصوا بقى حبايب قلبي، ده المروار الاحمر. المروار ده انا كنت عملته في تورته الريد فيلفت. التورته دي حلوه قوي قوي قوي، وباذن الله كل التورتات انا هنزلها لكم اللي انا عملتها، لان انا كنت عملت تورتايه قبل كده السنه اللي فاتت لجوزي، بس كانت تورتايه صغيره مقاس 24. تمام. لكن ديت مقاس 35 40 يعني كبيره. تمام. بصوا بقى ما شاء الله التورتيه عامله ازاي، حاجه كده فاخر من الاخر. اتمنى منكم لو وصلتوا الحته دي اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.